وبكده حبايبي خلصنا البرطمانات المخلل، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ الصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الخيار المخلل. دلوقتي الخيار زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجة ان يكون الخيار طازة ويكون ناشف زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا غسلته وصفيته. بصوا عايزة بس اوريكم بس حاجة، سامعين الطاقه دي؟ علشان خاطر ايه؟ ان هو يكون مقرمش معانا وانه يكون طازه، ما نجيبوش الخيار اللي هو الدبلين ده. طبعا حبايبي انا رصيته معاكم هنا عشان خاطر بس ايه اهو بطريقه منظمه كده عشان خاطر الوقت بس. طبعا المكونات بتاعتنا حبايبي، طبعا لكل اللي بيخيار بيبوظ منه وبيتهرى وكده، ان شاء الله الطريقه دي هتبقى جميله جدا وهيبقى حلوه معاكم جدا بامر الله. معانا سكر، معلقه كبيره من السكر، ومعانا ربع كوب من الخل، ومعانا هريسه الشطه هبقى نعملها مع بعض ان شاء الله في فيديو، ومعانا كوبايه من الملح، ومعانا هنا نعناع بلدي، او لو انتوا عندكم نعناع عادي الناشف مفيش مشكله. طبعا حبايبي اول حاجه ان احنا هنجيب الميه، المحلول بتاعنا. طبعا احنا غاليين الميه ليه؟ طبعا غاليين الميه بتاعتنا علشان خاطر عارفين انتوا لما تيجي نفتح البرطمان بيبقى فيه ريم وفيه كده وفيه بيبقى حاجات طبعا مش حلوه. فطبعا احنا منع لكل ده، فاحنا بنغلي الميه ونسيبها تبرد وبعد كده بنحط عليها المكونات بتاعتنا. طبعا انا قبل ما ارص البرطمان ده برده اقول لكم بس المعلومه حبايبي، ان انا عقمت البرطمان. يعني ايه عقمت البرطمان؟ يعني انا الميه كانت بتغلي سخنه وجيت البرطمان وجهت وشه للميه، فالبخار كله دخل جوه البرطمان. فطبعا سبته لحد مع نفسه كده، سبته لحد ما هو ايه نشف، ما عملتش فيه اي حاجه، ما نشفتوش. هو ده اللي انا اعقم البرطمان كويس. ورصيت الخيار بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم دي. طبعا احنا هنعمل المحلول بتاعنا. طبعا كميه الخيار طبعا لو كيلو خيار، لو 2 كيلو خيار عليهم نص كوبايه من الملح. طبعا الخيار اللي عندنا طبعا 3 كيلو، هما طبعا 4 كيلو، فانا قسمتهم هنا، هما دول 4 كيلو كلهم، فانا قسمتهم هنا على برطمانين وده اللي فضل عندي. فطبعا انا هنا حطيت كوبايه من الملح. هنحط المكونات بتاعتنا ومعلقه كبيره من السكر، معلقه السكر اهي، وهنحط هنا كميه الملح كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط هريسه الشطه، وهنحط ربع كوبايه خل. طبعا الخل لو انتم مش عايزين الخيار مستعجلين عليه، لو انتم مش مستعجلين عليه ممكن نحط الخل في قلوش، بس احنا مستعجلين عليه ان شاء الله. البرطمان ده هنفتح عليه كمان 3 ايام ان شاء الله. بصوا حبايبي، المفروض ان انا هحط هنا العناقيد النعناع، هحطها هنا حتى في النص. هنشيل بس كام خياريه معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط هنا بسم الله. هنرص بقية الخيار بتاعنا. وهنا برضو بصوا حبايبي
شايفين الخيار جماله. طبعا الخيار ده بيبقى طعمه تحفه في التخليل، مش قادره اقول لكم. وطبعا ان شاء الله الطريقه دي هتعملوا الخيار على طول دايما، ومش ان شاء الله مش هيبوظ منكم. مش حبايبي، احنا ممكن هنا نكمل البرطمان ده. وهنقفله مع بعض، وبعد كده هكمل البرطمان التاني. الحاجة اللي احنا بنحطها كويس جدا اهو حبايبي. نكمل حبايبي. يبقى احنا قلنا ال2 كيلو خيار عليهم نص كوبايه من الملح، ومعلقه سكر صغيره، ومعانا كمان هريسه الشطه، وربع كوبايه خل. لو طبعا كل ما تزودوا حبايبي الكميه. خلاص حبايبي، هنقفل البرطمان مع بعض. اهو شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده حبايبي خلصنا البرطمانات المخلل، ويا رب تكون طريقتي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.